طبق البيض اللي بنشتريه كل يوم واللي بنفتحه على الفطار هو بطل قصة اقتصادية كبيرة شغالة دلوقتي في السوق المصري. قصة فيها خسائر وقرارات مصيرية وشركات ممكن تقفل ودول بره مستنية تاخده مننا. وزارة الزراعة أعلنت آخر الأسبوع اللي فات إنها وافقت رسميا على فتح باب تصدير بيض المائدة بره مصر، وده بعد ما اتأكدت إن السوق المحلي فيه معروض يكفي ويزيد. والقرار ده جه في وقته لأن المنتجين كانوا داخلين على خسارة كبيرة. احمد نبيل عبد الله رئيس شعبة البيض قال ان فتح باب التصدير هو اللي هينقذ المنتجين من الخسائر اللي بقت واقع، لان سعر البيض نزل لاقل من تكلفة انتاجه ب 30%. يعني المربي بيبيع بخسارة حرفيا. وقال ان تكلفة انتاج طبق البيض بقت ما بين 135 و 140 جنيه، ومع ذلك بيتباع دلوقتي في المزرعه ب 110 جنيه بس، مقارنه ب 140 جنيه في اول السنه. وحتى عند المستهلك السعر نزل وبقى بين 120 و 130 جنيه بعد ما كان ب 150 جنيه من شهرين بس. ومع الانهيار ده المنتجين الصغيرين مهددين يخرجوا من السوق تماما، وده لو حصل هيرجع الاسعار تعلى تاني بشكل كبير. واللي بيزود اهميه القرار ان في طلبات كتير من دول خليجيه وافريقيه عاوزه تستورد البيض المصري الفتره اللي جايه. يعني من الاخر السوق المحلي كان داخل على ازمه، وفتح التصدير جه كباب نجاه، واللي جاي ممكن يكون فتره انتعاش لمنتجي البيض او بدايه موجه اسعار جديده.